أنا ما اتخذلتش، أنا كنت مكشوفة زيادة عن اللزوم، كنت باحكي كل حاجة، تفاصيل يومي، تحركاتي، أسراري، وكنت فاكرة إن ده الصح. الغلط الحقيقي إن سقف توقعاتي كان عالي، كنت متخيلة إن الناس اللي أنا شاركتهم كل حاجة عندي وعندهم لازم يكونوا متواجدين على طول زي ما أنا كنت متواجدة. بس تحصل حاجة سبحان الله تخليني إن أنا أفوق واستوعب، تليفوني يبوظ. والفترة اللي فيها التليفون كان بايظ خلت قدرة بعض الناس على احتوائي تظهر، فهم بقى اختفوا تماما. فضل السؤال يقل تدريجيا لحد ما اختفى تماما، وكأني ما كنتش موجودة أصلا. شهر، 3، 4، 6، 8، محدش دور عليا ولا قالي انتي فين. خلال الفترة دي أنا مريت بحبة حاجات كده حلوين، حزن، على مشاكل، على سعادة، على وفاة والدة زوجي ومرض، يعني حاجات كتيرة من اللي بتحصل عموما في حياة الإنسان. كنت محتاجة إن أنا ألاقي شخص يسأل عليا زي ما أنا كنت بسأل عليهم، ويطمن عليا زي ما أنا كنت بطمن عليهم، لكن ولا كأني كنت بحياتهم خالص، كنت هوا كده. واكتشفت إن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن تليفوني يبوظ عشان يقولي ما تكونيش متاحة زيادة عن اللزوم، مش عشان ربنا عاوز يعاقبني، لكن عشان ربنا عاوز يعلمني إن أنا دلوقتي لازم أعتمد على نفسي، ولازم أعرف إن الحياة ما بتقفش على حد. دلوقتي أنا الحمد لله بقيت بفرح وبحزن وبتوجع، بس مش بعرض حياتي لأي حد. والنصيحة اللي أنا عايزة أقدمها لكم وأنا اتعلمتها متأخر، إن مش كل حاجة لازم تتشارك مع الناس. أنا كان عندي حاجة اسمها الأوفر شير، والحمد لله أنا هدفي إن أنا أتخلص منها تماما، وإن أنا أحتفظ بأسراري لنفسي، لأن تفاصيل حياتنا هي عملة نادرة، مش حق عام للجميع، ومش كل حاجة بتتحكي، والسكوت أحيانا بيكون أمان. وأنا قررت السنة دي إن شاء الله إن أنا أبطل الأوفر شير، وأحمي نفسي وأحمي أسراري، وأعرف أنا عايزة إيه بالظبط، وأعيش حياتي بهدوء.